يا حلاوته، وانا شايله في الشنطه الشيك داخل بيه على البيت، وارفعها كل ما اشوف حد عارفني. ماركه وشنطه سبور، يا حلاوتي، وانا داخل بتنطط بيه، واشيل الدبابيس اللي منوره في الكمين والاكتاف. محتاج يتكوي بعدين، وارمي قميص اللي على الجته، طبعا ولا يسوى النظره. فازاي يعني قدرت البسه وما شفتش ان الجته كلته من كل مكان، ونسيت ايه كان لونه؟ كورته في ركن بعيد ورميته باخر نظره وقلت وداع، وداع يا رفيق الجته التعبانه. اهو ده اللي نسميه ولا فخر قميص، الوانه حياه وقماشته ابصر ايه. ملست عليه بشويش، فكيت كل زرار وحده ولبسته كانه ازاز خايف يتكسر. منظر ولا ايها منظر، حفلات ومدارس وعزايم، افراح، وتعدي سنيني عليه ولا يتغير. ما حسبتش عمره زي ما بحسب عمر الانبوبه، برميلها نتيجة اليوم اللي اشتغلت فيه، ونسيت العمر نسيت العمر. امبارح شفت قميص الحلو الشيك، نصه على عتبة باب الشقة والنص التاني قصاد الحمام والإيد على البوتاجاز. معلش يا صاحبي، معلش يا صاحبي، وهقول لك كتر خيرك، أديت الواجب. والله قميص تستاهل. ولا مرة زهقت من الركنة على الجتة من الصبح لآخر اليوم، ولا مرة زهقت من الريحة وتراب الشارع. مجدع، والوقت يعدي معاك رهوان، بفتكرك وانا بتفرج على صوري على المحمول والاصحاب حاضرين. وسلام يا قميصي، سلام سلام. الله، الله. جميل جميل. الحقيقة مبتكر ومبدع، وأول مرة أسمع علاقة الإنسان بأشيائه الخاصة جدا، ويعني بنشكرك عليها. ادى القميص آم، حياه وخلاه خالص شخصنه، يعني شخصن شخص. القميص فعلا. خليته إنسان